السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين ديالي الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي احوال طيبة باذن الله. اليوم ان شاء الله نتلاقى معكم في واحد شهيوة او لا طبق او لا سلطة او لا، المهم كل واحد يعطيها الاسم اللي كيناسبه واللي كيبان ليه. هنا عندنا المهم هو ماشي غالي بزاف، ما غاليش تقريبا كتكون من عنصرين. عندنا هنايا البطاطا وعندنا كفيته وشي حاجه قليله اخرى، بيض. وهذا هادو كيجيو على شكل دي كيش. كلشي عندنا هادوك لي طاغ ديال لي كيش كنا عندنا. نصايبو بهم، نحضروا بهم هاد الطبق، تيجي زوين وتيجي لذيذ وخفيف، تيتوجد دغيا ان شاء الله. نتمنى يعجبكم، غير تبعوا المراحل خطوه بخطوه. وواحد الاضافه بغيت نقولها لكم، لانني دابا انا في النهايه ديال الفيديو. فاش تبغيو ديروا هاد الخليط ديال البطاطا في ليمون، اول حاجه ديروا لا شابلور بزاف باش ما تلصقش لكم. ثاني حاجه عمروا لي طاغ، هذوك لي طاغطوليت ليمون عمروهم باش ما يجيكمش ضعاف بحال الشكل اللي جاوني انا. جاوني شي شويه ضعاف، المهم انا خليتهم لكم كيف جاوني، ما غيرتهمش بحال هكا. جاوني على هذا الشكل. علاش؟ لانني ما عمرتش لي دوك الليمون، ما عمرتهمش بزاف، جاو شي شويه ضعاف، ولكن جاو لذاذ وجاو بنان. غير تاكدوا مزيان الليمون دهنوه بالزيت مزيان. ولا شابلور، ما عندكمش لا شابلور ديروا السميده الغليظه ماشي رقيقه، تكون واحد الكميه لا باس بها باش تساعدكم على انكم ما يلصقوش لكم. وعمروا لي كيش مزيان صافي، وسيروا تبعوا الطريقه كلها، وان شاء الله غيعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم باذن الله. بالنسبه للمقادير اللي عندنا مقادير بسيطه، هي هذه الكل ديالها هو هذا. عندنا حبات ديال البطاطا، كل واحد هنايا انا ما غنعطيكمش شحال القياس، ولا هنا كل واحد يدير القياس اللي هو باغي، يدير كيلو ونص 2 كيلو اللي بغا. المهم عندنا البطاطا، عندنا القزبر والمعدنوس مطحونين، عندنا هاد الزيتون الكحل والزيتون الاسود للتزيين فقط. يمكن لك تزيني بفلفل الوان، يمكن لك تزيني بقطع ديال الفرماج مع واحد الورقه ديال المعدنوس. المهم هنا عندنا التوابل حتى هي كتبقى حسب الاختيار. عندنا 2 بيضات، عندنا الفرماج ساندويتش، وعندنا الكفته. هنا عندي تقريبا واحد 4 وشي شويه، عندي 30 درهم، يعني 4 وشي شويه. هنايا هادو هما المقادير اللي عندنا. صافي نرجع ندوز معكم ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. هنايا نبداو المرحله ديال التوجاد. اول حاجه وجدتها وحضرتها هي هاد الليمون اللي عندي ديال لي طارطوليت، ولا المهم هاد الليمون هادو راه كلشي عندهم هاد الليمون مشنفين. كناخذهم كندهنوهم مزيان بالزيت مزيان، خاصها تلبس بالزيت. وكنزيدو نديرو عليها لا شابلور. هذا لا شابلور صايبت معكم هذيك النهار. ان شاء الله في حلقه مقبله غادي نصايبو معكم بلي ديتاي ديالو منسم زوين. حنا كنعرفوا بان هاد لا شابلور راه كيتباع غالي وبكميه قليله. ان شاء الله نصايبو معكم. ها هما حضرت ليمون ديالي، لي طارطوليت ديالي حضرتهم. خديت هذيك الكفته درتها دوائر او لكريسات على حسب هاد العدد اللي عندي هنا. خديت هاد البياس ديال فرماج ساندويتش، هو كل بياسه قطعتها على 4. صافي هادشي اللي بقى ليا. هنا خديت هاد البطاطا حكيتها في هاد الحكاكه الغليظه. راه البيوت كلهم عندهم هاد الحكاكه الغليظه، كنحكوها بحال هكا على الطول كنهبطوا ما كنطلعوش، كتعطينا هاد الشكل هذا. ها هو بحال هكا كتجينا رقيقه بزاف. ولكن المرحله اللي مهمه هي اللي من بعد الحكان. انا غنحك هذه من بعد ما نحيد من معكم، وغناخذ هاد البطاطا غنديرها بين يديا بجوج وغنعصرها. وواحد الحاجه بغيت نقول لكم، ردوا البال من هذه راه كتجرح، انا راه ديجا جرحاتني. ها هو يعني هذه غنعصرها مزيان غنعصرها من الماء ديالها، لان داك الماء ديالها راه غيخسر لينا الوصفه. صافي وغنخلط هذا الشيء ونرجع معكم باذن الله. رجعت معكم اللي من بعد ما كملت هذيك البطاطا في الحكان وحكيتها كلها وعصرتها حتى ولات لينا على هذا القياس. هانتوما ولات لنا في هذا الشكل. هي نشفات، يعني كتعصروا كديروا بين يديكم بجوج وكتعصروا كتخليو داك الماء كيهبط. ضروري هذه العمليه، لما كانش ما تجيكمش الوصفه زوينه. هانتوما ها هو داك السائل اللي تحيد من البطاطا،
وبعض المرات راه كيكون اكثر من هكايا، كيكون البطاطا فيها الماء بزاف كيخرج منها سائل بزاف. دابا المرحله الثانيه غنضيفوا عليها التوابل. هنا هاد التوابل اللي عنده الهريسه يزيد شويه كتجيها زوينه، انا ما عنديش دابا الهريسه. كنزيدوا القزبر ومعدنوس كيبننها كيعطيها التزوينه. وكنضيفوا هاد البيضه، انا اكتفيت دابا غير بيضه وحده، ولا خصني راه نقدر نزيد. كاينه اضافه اخرى بالنسبه لهاد الزيتون الخضر، يمكن لكم تهرشيوه مزيان اولا تقطعوه رقيق رقيق بزاف وتضيفوه هنا للحشوه حتى هو كيعطي بنه زوينه. صافي دابا انا غنخلط هاد الشيء، غنخلطو مزيان، وغنديرو في هاد الليمون هنايا غنعمر به هاد الليمون، وغندير كل مول غندير فيها حبه ديال دائره من هاد الدوائر، وندير الفرماج ونرجع معكم باذن الله في الشكل ملي قبل ما ندخلها للفران. هذه ان شاء الله غطيب في الفران باذن الله. من بعد ما خلطت هذاك البطاطا وداك القامه والبيض وداك الشيء اللي كان عندي، خلطته كلشي، عاود ستفتهم هنايا في هاد الليمون. المهم عطاتني كلشي، شاط لي هاد البياسه هذه، شاط لي هاد المول ديال الكيش. المهم هنا كنحطوا الفرماج، في كل وحده كنحطوا فيها طريف ديال الفرماج بحال هكا، وغنزينوها بقطع ديال الزيتون. وهنا شاطوا لي جوج حبات ديال الكفته. هنايا ملي كنا كنصايبوا ملي كنا نديروا في المول، ضروري كتهزوا واحد شويه ديال لاشابلو وغديروه بحال هكا عاده باش كديروا هاد البطيطه باش كتضمنوا انها ان شاء الله ما تلصقش. حتى هادو شاطوا لي غندخلهم معاهم الفران نجربوها نيت خفيفه مشويه بحال هكا. صافي انا غنكمل بهذه الطريقه، غنحط الزيتون بحال هكا. يعني بالنسبه للتزيين لكم واسع النظر، كل واحد يزين بالطريقه اللي بغا، كل واحد يزين بالموجود يا عبدي الموجود. ماشي ضروري نوقفوا على شي حاجه ما كايناش وخصنا هي، الا ما كانش هي ما نقضيوش حنا الشغل ديالنا، لا ضروري بحال هكا. نكملوا نكمل هادو، ندير غير هاد الحبات اللي انا مصايباهم بحال هكا. المهم انا غنكمل هادو غنديرهم في اللاطه. الفران ديجا سخون، يعني ضروري خاص الفران يكون سخون باش غير هذه كتدخل ديريكت يعني كديك السخونيه كتوقفها. نكملها نديرها في اللاطه وندخلها الفران وانا معكم باذن الله. صافي هنايا كملتهم كلهم تزينوا في الحطان ديالهم. ان شاء الله دابا غندخلها الفران. جاتني لاطه قد الحد في القد، غندخلها وملي طيب نخرجها ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي باذن الله.